واحد التوضيح هنا هو ان هادشي ديال الملوك والجنون وهادشي كله تيدخل في المعتقدات. يعني اشياء اللي الناس تيعيشوا، الناس تيامنوا بها، وبما انهم تيامنوا بها بشكل جماعي فهما تيعيشوها. يعني الناس تتعيش المعتقدات ديالها. كاين اللي ما فاهمش هاد القضيه هادي. يعني مثلا حنا ما عندناش التناسخ في المغرب، ما تنامنوش باللي الروح الى مات الانسان راه غترجع في جسد اخر. الاسلام ما فيش هاد القضيه، الروح الى مات الانسان كتطلع عند الله. ولكن عند الدروز مثلا ولا عند البوذيين مثلا، الدروز غير هنا في لبنان تيامنوا بالتناسخ. وشفت برامج اللي السيده كتقول لهم انا راه قبل ما نكون في هذا الجسم راه كنت في جسم اخر، وها فين كنت ساكنه، ها الدار، ها وليد، راجلي فين كان تيحط الشابو ديالو. واحد المجموعه ديال التفاصيل اللي الناس فيريفاو لقاوها صحيحه. هما تيعيشوا هذه الدائره هذه عاديه، ما كاينش شي تيختلف عليها. كذلك حنا فاش تيكون الانسان يامن بهذا الشيء، انت دابا ما فيكش هذه المسائل ما غتامنش بها مثلا، ولكن واحد اللي تيتسكن ولا هذه راه تيشوف هذاك الشيء وتيعيشوا بمعنى انه المراه كطيح كيجيبوا واحد تيقرا عليها، تيبقى يهضر تيتكلم بواحد الصوت ماشي هو الصوت ديال ديك السيده، واحد لو طون ماشي الحبال الصوتيه راهما نفسهم، ولكن الطريقه باش كينطق تكون ديال الراجل. سميتك سميه اخرى، اش كدير في كتعرف هاد المراه، تيعطي لها تفاصيل. هاد الاشياء هذه الناس تيقولوا ما يمكنش هذه فلانه هي هذه، خصوصا وانه تيعطي بعض المعلومات اللي خارج هذيك المراه ما عرفاهاش. والناس ما يمكنلكش تقول لهم ما كاينش الجن، لانه هما تيشوفوا داك الشيء تيبان لهم ديك الدائره الصوتيه هي اللي كتثبت انه الجن كاين. اذا هذا المعتقد كيتعاش عندنا في المغرب، ولكن تيبقى مجرد معتقد.